أنا بكلمك بجد ومش هغير كلامي أبدا. بس قولي بصراحة، هو أنت بيعجبك النوع ده من البنات؟ عايزة أشوفك يعني فعلا بتحبني ولا لأ، وهل الحماس اللي بيكون معايا هيكون معاها هي كمان ولا لأ؟ أنا بصراحة نفسي أعيش الإحساس ده. الكلام ده يا جماعة ما كانش طالع من ورا قلبها أبدا، دي كانت هي اللي بتلفت نظري وتجر عيني لما نكون ماشيين في الشارع وتكون في ست معدية كده من قدامنا، ألاقيها سحبت عيني كده وتقولي عادل، شفت البنت اللي هناك دي؟ تبارك الله، شياكة وطول بعرض، ايه رأيك فيها؟ مش زي القمر؟ أبصلها كده ومردش عليها، لحد لما جه اليوم لقيتها داخلة عليا في أوضة النوم بالليل وقعدت جنبي وبصت لي كده وقالت لي عايزة أسألك سؤال بس بلاش تفهمني غلط، عمرك ما تخيلتي نفسك مع واحدة تانية غيري؟ أنا ساعتها ضحكت كده وافتخرت بنفسي وقلت في بالي يعني إنها ممكن بتختبرني ولا حاجة، الشغل بتاع الستات ده اللي هما بيحبوا يعملوه كده ويثبتوا إن الراجل بيحبهم ولا لأ. ساعتها رديت عليها وأنا بضحك كده قلت لها ربنا يهديك يا سهام، إحنا في نص الليل، أنت عايزة تنكدي عليا يعني وتعملي مشكلة في ليلتنا دي علشان أقولك وتقعدي تشوفي بقى بغير عليكي ولا لأ؟ اقعدي بقى بلاش تصدعينا. فضلت تبصيلي كده وبتتكلم بصوت هادي وتقولي انا ما بهزرش، انا بتكلم بجد، والله العظيم انا ما بضحكش عليك ولا عايزه كمان نكد، انا بتكلم بجد الجد كمان. وبصراحه انا ضحكت وبدا الشك يلعب في دماغي وبقيت ابص كده في وشها وقلت هو في ايه مالها دي؟ قلت لها وانتي شاربه حاجه؟ جرى لعقلك حاجه يعني يا بنتي؟ قالت لي انا زي الفل والحمد لله وما فيش اي حاجه، بس انا نفسي اشوفك مع ست تانية واشوف فعلا غلاوتي عندك والحماس اللي بيكون معايا هيكون معاها ولا لا، واقعد اتفرج عليكم بقى ونضحك ونتكلم واشوفكم بتتعاملوا ازاي. بصراحة يعني نفسي اعيش الاحساس ده واتفرج عليه. انا اخدت نفسي بالعافية، قعدت اضحك وقلت لها يا شيخة اتقي الله بقى، يعني انت عاملة السيناريو والفيلم الهندي ده كله وطبخة الحوار ده كله علشان بس التست ده؟ يعني بتجربيني تشوفي هعمل ايه؟ قومي بقى للعب عيال. سام ما ردتش عليا، ضحكت ابتسامة خفيفة كده وقامت من مكانها. بالنسبة لي الموضوع اتقفل ومر أسبوع كامل ونسيت الحوار ده تماما. رجعت الشغل وحياتي العادية، لكن تصرفات سهام بدأت تتغير حبة حبة وبطريقة غير متوقعة من غير ما أحس خالص. لما بنكون خارجين في أي مكان، في مول مثلا ولا أي حاجة أو في تجمعات كتير أو نروح مثلا وسط البلد أو إن إحنا قاعدين في مطعم، كانت هي اللي بتشد عيني لو لمحت ست معدية وتقولي عادل شفت البنت دي؟ تبارك الله، شياكة وطول، ايه رأيك فيها؟ حلوة صح؟ أنا كنت برد وأنا مخضوض منها وأقول لنفسي يعني دي بتوقعني في الفخ، وأنا صايع وعارف بقى سوق الحريم ومفتح ومش هقع في الفخ ده أبدا. فكنت أقول لها كده بخوف لا طبعا يا بنتي، الله يهديكي، ده انت ست البنات وأحسن منها بألف مرة، دي ما تجيش فيكي أي حاجة. وإحنا قاعدين لقيتها برضو بتلمح كده وتقولي والله بتكلم بجد ومش هغير خالص، قولي بس بصراحة بيعجبك النوع ده؟ أنا بقيت محتار ومش فاهم أي حاجة، يعني هي بتغير عليا ولا ما بتغيرش؟ وبقيت أقول يمكن يعني بتختبرني في غيرتي عليها. بس الموضوع زاد عن حده قوي مع الوقت وبقى ملحوظ بشكل يزهق. بالصدفة في يوم كده بدأت ألاحظ إن سام بتقرأ مواضيع بالفرنساوي على الموبايل بتاعها، ولما دخلت أبص لقيت المواضيع دي بتتكلم عن فانتازيات غريبة جدا، ولما دخلت علشان أبص لقيت المواضيع بتتكلم عن حاجات يعني غريبة قوي، زي مثلا إزاي الست تلاقي راحتها والمتعة مع جوزها في وجود يعني ست تانية. المهم بدأت أربط الخيوط ببعضها وبدأت تلمح لي كتير عن صاحبتها الأنتيم من روح بالروح. صاحبتها دي أنا كنت كده كده يعني عارف شكلها، بس سهام بدأت توصف لي ملامحها بدقة غريبة، ضحكتها ولبسها وطريقتها، وبتتكلم بحماس غريب جدا. في الأول قلت يمكن يعني مراتي نيتها بيضة وعلى نيتها وبتثق فيها زيادة عن اللزوم، لحد لما جت ليلة كده لقيتها قاعدة في الأوضة كده وماسكة تليفونها وبتحاول بكل الطرق توريني مقال كده هي كانت قاعدة بتقراه عن العقد النفسية عند الستات. ساعتها رنت في ودني كلمتها القديمة عايزة أشوفك مع واحدة تانية، وفهمت إن الكلمة دي ما كانتش زلة لسان، دي كانت بتجهز وترتب لحاجة جاية في السكة زي ما قلتلكم بالظبط. بقى كلامها عن صاحبتها إيمان دي صاحبة عمرها والروح بالروح، كبروا مع بعض وتعلموا مع بعض وعندهم نفس السن 23 سنة، ما بيفرقوش بعض أبدا. بتقول إنهم يعني كانوا بيذاكروا مع بعض كمان في المدرسة وبيروحوا يصيفوا ويتسوقوا سوا، وحتى أسرارهم واحدة. إيمان بنت ناس ومحترمة، باباها مدير مؤسسة كبيرة ومامتها أستاذة جامعية، يعني بنت متربية وحالتهم المادية كويسة جدا، ما كانش ناقصها الهوا ومش محتاجة قرش واحد من حد. بس بختها كان قليل، اتجوزت صغيرة زي مراتي بالظبط بس اتطلقت بسرعة،
وقعت مع واحد كده ابن ناس كان يعني ملوش في الجواز، يعني كان فرفور حبتين من بتوع السهر والبنات والكلام ده كله. أبوه اللي كان بيصرف عليه. صبرت لحد لما جابت آخرها وانتهت العلاقة بالطلاق. ومؤخرا بقوا يتجمعوا عندي في البيت كتير، إيمان وسهام. ودايما لما أدخل البيت سهام تقولي تعالى يا عادل اقعد معانا شوية، دقيقة واحدة بس خليني أحس إن في راجل وسطنا. إيمان دي بنت طيبة وفي حالها وظريفة جدا، ولما بنتكلم بيبان إنها هي وسهام فاهمين بعض كده على الطاير ومفيش بينهم أي أسرار. أنا بصراحة ما كنتش فارق معايا أبدا لبسها ولا شكلها، هم الوحيد إن كان إنها يعني ما تسخنش مراتي عليا وما تخربش بيتي، لأن حياتي مستقرة والحمد لله. والدي عنده شركة تأمين كبيرة وأنا اللي شايل الشغل كله. ووالدتي عايشة حياتها في حتة تانية خالص، فاتحة صالون كده مكياج ومانيكير وباديكير. سام بدأت تقرب إيمان مني في الكلام، ولما نكون قاعدين مع بعض تقعد تمدح فيا قدامها وتزين فيا كده وتقول لها شفتي جوزي عادل مش زي أي راجل إزاي، عارف إزاي يتعامل مع الست وإزاي يدخل لها. وبعدين تبصلي بنص عين كده وتقولي شفتي إيمان غلبانة ومكسورة إزاي، يا ريتها كانت لقت راجل زيك. ساعتها بدأت أربط الأحداث وفهمت إن الموضوع أكبر من مجرد كلام. في ليلة رجعت من الشغل على الساعة 7 بالليل، فتحت الباب بالمفتاح اللي كان معايا، سمعت صوت مزيكا كان شغالة عالية قوي، فقلت في نفسي النهاردة بقى هتكون ليلة إيه. جيت أدخل على الصالون لقيت مراتي وصاحبتها عمالين بيرقصوا رقص بلدي من اللي قلبك بيحبه. والمشكلة الكبيرة في اللبس اللي كانوا هما لابسين لبس كأنهم قاعدين كده على البحر مش في البيت. أنا اتكسفت وشفتهم كده وقفت مبرق مكاني. مراتي لفت وشافتني، قمت أنا مدور وشي بسرعة واتحركت ساعتها ونزلت راسي في الأرض كده ومشيت. رحت على أوضة النوم على طول، طلعت هدومي علشان أدخل أخد دش. لقيت سهام ساعتها داخلة ورايا بتجري وهي عرقانة وسخنة كده من الرقص، وبتقولي جبت معاك حاجة وانت جاي. قلت لها تعالي هنا، مش كنت تبعتيلي رسالة وتقولي انكم عاملين بترقصوا هنا؟ عيب كده. انا دخلت فجأة والست ما خدتش بالها من لبسها وكانت لابسة اللبس ده. ايه اللي بيحصل ده؟ ردت عليا ببرود وقالت لي وايه يعني يا عادل فيها ايه، يا ريتك جيت رقصت معانا كمان. قلت لها انت بتقولي ايه عادي ازاي يعني؟ قالت لي عادي، دي صاحبتي واختي. قول لي صحيح عجبك الوضع ده؟ قلت لها ويعجبني في ايه يعني؟ قالت لي ايه رايك في رقص صاحبتي؟ عجبتك؟ قلت لها عجبتني ازاي يعني؟ انت عايزاني اقولك عجبتني علشان تعملي لي خناقه وتقولي لي بختبرك في غيرتك؟ قالت لي والله العظيم ما هغير ولا هتقمص ولا حتى هنكد عليك، قولي بس بصراحه. رديت عليها علشان اخلص منها، قلت لها صاحبتي جامده قوي بس انتي احلى منها بكتير. قالت لي حرام عليك، دي غلبانه وبتيجي تفك كده نفسها عندي. انت عارف بعد الطلاق بقت لوحدها وبتصعب عليا قوي، هي مسكينه كده من غير راجل. قلت لها وانا مالي، عايزاني يعني اظبط لها عريس ولا ايه؟ قالت لي لا، ايه رايك نعمل معاها لقطه كده جدعانه ونعوضها عن الراجل. والله بتصعب عليا قوي ونفسي النهارده اطيب خاطرها قوي. قلت لها يعني ايه نعوضها عن الراجل دي؟ مش فاهم. لقيتها اتعصبت وقالت لي اوف، هو انت ما بتفهمش ليه؟ عايزين الليله دي هي تسهر معانا في الاوضه. ساعتها قلت في بالي لما اجريها واشوف اخره الجنان ده ايه، والست دي ايه اللي في راسها. قلت لها ماشي، هنفترض يعني ان كلامك جد وما بتضحكيش عليا، بس الست صاحبتك يعني مش هتقبل بكده. قالت لي بثقه لا فكك، دي من ناحيتها جاهزه وانا اللي قايله لها وملمحه لها كمان ومستنيه اليوم ده وموافقه. ما كنتش عارف ارد بايه. قلت لها اعملي اللي انت عايزاه، المهم تكوني مبسوطه. ساعتها قالت لي ماشي، قالت لي اتفقنا. قلت لها خلاص اللي تشوفيه اعمليه انا معاكي. دخلت علشان اخد دش والميه كانت نازله عليا وانا دماغي بقى عماله بتلف، بقول مستحيل يكون ده بيحصل. معقول هو ده اللي مراتي عايزاه، ولا ممكن عايزه تلبسني مصيبه ولا ايه؟ بس لو ده فخ يعني ولا غيره مش هتبقى فرحانه ومنعنشه كده لما وافقت. ايه الموضوع يعني غريب جدا بالنسبه لي. المهم اخلص واخرج اشوف النهايه ايه. خلصت ولفيت الفوطه وخرجت على الاوضه علشان اغير هدوم. اول ما دخلت اتصدمت، لقيتهم هما الاتنين جوه الاوضه ومشغلين بقى الصب الكبير وحاطينه في اوضه النوم ومشغلين مزيكا عاليه جدا، وغير كده كمان كانوا شايلين اي حاجه عليهم. هنا بقى الصدمه لجمتني وفهمت كل حاجه، وعرفت ان مراتي مش طبيعيه وعندها ميول غريب جدا ومش مظبوطه ومصيبه سودا كمان. بس بصراحه الفكره لفتت نظري والتجربه شغلتني. قلت يا واد جرب وانت خسران ايه مادام مراتك هي اللي عايزه كده. لما بدأت السهرة كنت ببص لمراتي كأني أول مرة بشوفها في حياتي، شايفة فرحانة بشكل مش طبيعي ومنعنشة كده وكانت كلها نشاط. الليلة دي عدت كأنها حلم أو فيلم سينما، عمري ما تخيلت ولا توقعت إن هو يحصل في بيتي ومع مراتي كمان. لقيت نفسي بندمج معاهم من غير ما أتحكم في مشاعري، لقيتني بتجاوب.
هي كانت مبهورة وفرحانة كأنها كانت مستنية اللحظة دي من سنين. وصاحبتها إيمان كمان كانت بتبصلي بنظرات جريئة جدا ومفيهاش أي حشمة أو حتى كسوف. اتأكدت إن الموضوع مش مجرد نزوة لحظة، ده تخطيط واتفاق مسيطرينه مع بعض هما الاتنين. دخلت في الجو ولقيت نفسي في موقف عمري ما شفته قبل كده. واللي استغربته من سهام إنها مش من نوع يعني الستات اللي بتغير على جوزها، بالعكس دي كانت بتشجعني وتشجع إيمان كمان، وكأنها هي المخرج اللي بيمشي الليلة كلها. حسيت بمتعة غريبة ومزيج من المفاجأة والفضول والنشوة كمان. أنا الراجل اللي متعود أسيطر وأمشي كل حاجة، لقيت الجو اتشقلب عليا. مش عارف يعني جابت التحرر ده منين. إيمان كان بتحاول تبان طبيعية، بس سهام كانت طايرة من الفرح. وفهمت إن الموضوع مش عشوائي. لما خلصت الليلة وصاحبتها مشيت، قعدت كده لوحدي في الأوضة بفكر في العك اللي حصل ده وإيه اللي أنا عشته ده. سهام ودعتها كده ودخلت عليا وهي عمالة بتضحك وبتتكلم عادي جدا، كأننا كنا بنعمل حاجة عادية مش كارثة. سألتها قلت لها إيه اللي حصل ده. قالت لي دي السعادة اللي أنا كنت بدور عليها، وإنها مرتاحة جدا دلوقتي. ساعتها اتأكدت إن الولية دي جواها جانب مظلم ومعقد جدا، جانب بيخليها تستمتع بحاجات يعني أي حد طبيعي يعتبرها خيانة وجنان وقلة أصل كمان. من الليلة دي ما بقتش الراجل اللي فاكر لنفسه يعني عارف مراته 100%. سهام ظهرت بوش تاني خالص وبقيت كأني متجوز 2. سهام ما بقتش الملاك الطاهر، بقت بتدور على الإثارة في أي حتة، ما بقتش مكتفية بإيمان وبس. المهم جه الصيف وإيمان سافرت تقضي أجازة كده وعطلة هناك، ومن هنا بدأت المشاكل الحقيقية. بدأت ألاحظ إن سهام بقى عندها برود غريب جدا معايا. لما بقرب منها لوحدنا كانت بتحسسني إن في حاجة ناقصة، وإنها مش راضية بيا إلا لو في طرف تالت معانا. لحد لما جت في يوم كده وقالت لي فكرة، إحنا لازم نسافر مدينة بعيدة جدا ما فيهاش مخلوق يعرفنا، وهناك بقى ناخد راحتنا كده وندور على مغامرة جديدة. وإيمان كده كده يعني مش هنا ومسافرة، ويمكن تكون مع أصحابها. أنا في الأول اترددت، بس لما شفت لهفتها كده وجنانها سيرتها وسافرنا. أجرنا أوضة كده في لوكاندا في مدينة بعيدة، وهناك ظهر وش الهوس الحقيقي بتاعها. كانت تخرج من الأوضة وتدخل وتقعد تدور كده في برامج وتطبيقات الشات كأنها بتدور على شغل. فضلت 4 أيام على أعصابها وتعاملني يعني بقلة أدب، كأني أنا اللي مناها عن انبساطها ده. في اليوم الرابع وأنا قاعد كده دخلت الأوضة وهي طايرة من الفرح، ومعاها ست كده في الأربعينات من عمرها. دخلتها وقعدتها في الصالون الصغير بتاع الأوضة، وجات لي جوه وبتقولي أهي الست بره، واتفقت معاها على كل حاجة. أنا طلعت بصيت من بعيد كده على المصيبة اللي هي جايباها لي، وقلت لها بصوت واطي دي ست كبيرة قوي يا سهام، مش كنت تجيبي واحدة صغيرة على الأقل؟ بصيت لي بحدة كده وقالت لي دي بالذات اللي أنا عايزاها، دي اللي عندها خبرة كده وهتمتعنا، اسمع الكلام وبس وادخل معايا وانت ساكت. وفعلا حصل اللي حصل في الليلة دي مع الست الأربعينية. ولما الست دي مشيت وخرجت سألت سهام سؤال كان هيموتني في دماغي. قلت لها يا سهام أنا عايزة أسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة. أنا لو كنت يعني مع واحدة لوحدي كده من غير ما تكوني معايا كنت هتزعلي وتتقمسي؟ لقيتها اتجننت وقامت كده ومفزوعة كده من على الأرض، وقالت لي بحدة والله العظيم أخرب بيتك، الكلام ده بنعمله سوا وأنا بكون موجودة وبستمتع. وعارف ليه؟ علشان لما بشوف ست تانية معاك بعرف إن جوزي ليه قيمة وله هيبة كده وسط الستات، وبحس بقيمتي أنا كمان إني متجوزة راجل مرغوب فيه. لكن تخني من ورا ظهري وتعمل كده من ورايا، لأ، ما أقبلهاش أبدا ومستحيل أرضى بيها. ساعتها الموضوع قفل معايا وقرفني وطلع في راسي، وقلت لها أنا عندي شغل مهم جدا في الشركة ولازم نرجع مدينتنا فورا. رجعنا وبقيت أروح الشغل وأرجع وأنا براجع نفسي كويس جدا، ولقيت نفسي غرقان في الويل ومستنقع مش بتاعي أبدا، ومجتمع غريب عمري ما عشته ولا تخيلت أكون فيه. الست دي مش طبيعية، ده هوس ومرض نفسي ملوش علاج، وهتخرب عليا حياتي وسمعتي وشغلي كمان، وعيلتي كلها هتبقى سمعتها في الطين، ومهددة طبعا بسبب شهوتها وجنانها ده. بدأت أحس بتقزز كده من كل حاجة بتعملها، وتعبت وزهقت من كتر ما بقيت مش طايقة. بقيت أخلق المشاكل على أتفه الأسباب علشان أخلص منها وتفكني بقى وتسيبني في حالي. هي كانت بتاخد كل مشكلة كده وتعملها فرصة علشان تدافع عن القرف اللي هي بتعمله. بدأت أعايرها بمرضها وقلت لها في وشها بالحرف انت مش طبيعية، انت مريضة ومريضة نفسيا كمان ومحتاجة دكتور مش راجل يعيش معاكي. ساعتها هي كرهتني من الكلمة دي وشافتني عائق قدام متعتها وجنانها. ولما اتأكدت ان انا مش هجاريها تاني في العك ده بدأ الصراع الحقيقي بقى والصدمة الكبيرة. الطلاق ما كانش سهل أبدا وكان محتاج صبر طويل، بس في الآخر طلقتها وحسيت إن غمة كبيرة جدا وجبل انزاح من على صدري
وخرجت من التجربة دي مصدوم. ازاي بني آدم يتحول كده، وازاي فكرة صغيرة مريضة تهد بيت وحياة زوجية كاملة. بقيت بحاول أجمع شتات نفسي وأفوق من الغيبوبة اللي أنا كنت فيها، وأنسى الأيام السوداء اللي عشتها مع إنسانة كانت عايزة تجرني لعالم ملوش علاقة بالكرامة ولا الشرف ولا حتى الدين. قطعت الصفحة دي تماما، وأخدت عادة على نفسي إني ما أتخدعش بالمظاهر ولا بالشهادات والمستوى. ودورت على طوق النجاة. رحت لوالدتي، قلت لها: يا أمي، أنا طلقت مراتي والحمد لله على كل شيء، من غير طبعا ما أحكي لها أي تفاصيل المقرفة، وأنا عايزة أتجوز بنت الحلال، بنت أصول كده، تكون من بتوع زمان اللي تخاف عليا وتغير عليا وتخاف ربنا بجد. والدتي فهمت قصدي من غير طبعا ما ندخل في أي تفاصيل، وبدأت تسأل في معارفها كده وصحباتها في الصالونات لحد لما جابت لي بنت الحلال. كانت من الأرياف، بنت أصل كده ومتربية وعارفة ربنا وشقيانة وعارفة قيمة القرش والنعمة. ورحت خطبتها وأهلها كانوا فرحانين بيا جدا لأن مستواي المادي كان كويس أوي، وجبتها بيتي. البنت ما كانتش واخدة حظ كبير يعني من الجمال، بس ساعتها بقى خلاص ما كانش فارق معايا بقى الشكل والمنظر. خلاص أنا كنت بدور على الروح والستر والاستقرار. شافت الخير اللي أنا فيه وعمرها ما اتمردت ولا ظهر عليها أي هوس، بالعكس بتحبني وبتغير عليا، وعايش معاها في استقرار وهدوء عمري ما كنت أتخيل إن أنا أعيشه. وعرفت إن مش كل حاجة بتلمع من بره بتكون هي السعادة، ساعات البساطة والستر هما العنوان الحقيقي لراحة البال. سهام دمرت حياتها بإيديها، إنما عادل كان ضحية اختبار ما كانش جاهز ليه، بس الحمد لله عرف يرجع لعقله ويختار الطريق الصح. شكرا لصاحب القصة على شجاعته إن هو فتح قلبه لينا، وأتمنى تكون القصة النهاردة عجبتكم، وأتمنى برضو أسمع رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة.